بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هقول لكم طريقة تنظيف وتخزين الخرشوف، طريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت موفرة جدا. أول حاجة هنجيب المية، ولنفرض لتر مية هنحط عليه معلقة صغيرة ملح ليمون. طبعا ملح الليمون بيساعد على إن الخرشوف ما يسودش مننا، لأنه ما شاء الله غني بالحديد. وفي نفس الوقت يا جماعة ملح الليمون مادة حافظة. هنقشر الخرشوف اهوت من الورق الأخضر لحد ما نوصل للقلب الأبيض. اهو احنا كده شلنا الورق اهو تماما. نقشر بقى الطبقة الخضرة الخارجية دي بالسكينة كده واحدة واحدة، مع مراعاة ان احنا ما نهدرش في القلب الأبيض، ما ناكلهوش بالسكينة واحنا بنقشره. اهو بالراحة كده، ما شاء الله بيتقشر معانا في منتهى السهولة. هنجيب بقى معلقة صغيرة ونبتدي نشيل الألياف البيضة اللي جوه دي واحدة واحدة كده. طبعا يا جماعة هي بتتشال معانا بسهولة. ليه؟ لأن أنا بحرص إن أنا أجيب الخرشوف صابح علشان يبقى سهل التنظيف. كل ما الخرشوف يبقى طري يبقى سهل معاكم في التنظيف، ما يتعبكمش. لكن لو جبتوه ناشف هيبقى تنظيفه صعب، وفي نفس الوقت مليان ألياف ناشفة، هيبقى في الأكل مش لذيذ. طبعا احنا اول ما ننضف الخرشوف نحطه على طول في قلب المية بملح ليمون علشان ما يسودش مننا. يا ريت تدعموا القناة باللايك الجميلة بتاعتكم، وطبعا اشتراككم حاجة تشرفنا وتعليقاتكم تهمنا جدا. الايام دي بقى الخرشوف منتشر في الاسواق بسم الله ما شاء الله بكميات كبيرة، وفي نفس الوقت رخيص. بيبيعوا التلاتة ب10، الاتنين ب10. طبعا علشان انتوا تشتروه كده متنضف جاهز كده، بيبقى الواحدة تعمل لها مثلا 10 جنيه، 13 جنيه. ليه؟ احنا نجيبه في البيت ونخزنه الكمية اللي احنا عايزينها، وفي نفس الوقت توفير ونظافة. اهو بيتقشر معانا ومنتهى السهولة. ما شاء الله الخرشوف ده فيه قيمة غذائية عالية جدا. بيعالج الأنيميا، وفي نفس الوقت غني بمضادات الأكسدة. سبحان الله، ربنا جعل لنا الدواء في قلب الغذاء. سبحانك يا رب. هنحضر مية بتغلي ونحط عليها معلقة صغيرة ملح ليمون، وننزل بقى بالخرشوف الجميل بتاعنا اللي احنا مقشرينه ده. طبعا لما تيجوا تخزنوا الخرشوف ما تسلقوش الخرشوف للآخر، لا تطلعوه نص سوا، علشان خاطر لما احنا بنفرز الخرشوف التلج بيديله سوا، فما يبقاش مهري معانا. لما تيجوا بقى تعملوه مثلا طاجن بالعصاق كده ما يبقاش مهري معاكم. لكن لو هتاكلوا الخرشوف في نفس اليوم طلعوه 3/4 سوا، ويكمل طبعا السوا على النار. لما تحطوا بقى فيه العصاق كده مع الصلصة او مع البشاميل بيبقى حكاية. بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله طالع ابيض ازاي. وكمان اول ما تلاقوا الخرشوف نزل كده في الحلة من تحت اعرفوا ان هو ما شاء الله شرب مية وخد سوا. حاجة في منتهى الجمال والنظافة والتوفير. نسيبوه يبرد وبعد كده بقى تحطوه في قلب كيس التخزين. اهم حاجة ما تحطوش الخرشوف فوق بعضه، لا تحطوه كده ترصصوه جنب بعض كده اهو. بصوا بقى يا جماعة الشكل النهائي ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال. وبألف هنا وشفا. سلام عليكم.